العام الدراسي 25-26 سيستمر التعليم بمنهاج، طبعا نحن على مشارف انتهاء العام الدراسي، وحاليا يتم اجراء الامتحانات في مدارسنا سواء الشهادتين الاعداديه والثانويه. طبعا كما نعلم نحن لدينا نظامين بمساله التقييم، لدينا امتحان عام بالنسبه للاحرار، لكن بالمقابل لدينا نظام التقييم المتبع في مدارسنا منذ عده سنوات. هذا النظام التقييم طبعا بالنسبه للشهاده الاعداديه، المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. طبعا هذا النظام كما نعلم هو نظام تراكمي نستطيع ان نقول، يقوم على تقييم المرحله بالكامل وليس تقييم الصف مثلا كامتحان مركزي. يتم تقييم الصف العاشر والحادي عشر والبكالوريا، وعلى اساسه يتم تحديد نجاح او عدم نجاح الطالب او درجات وعلامات الطالب. فحاليا طبعا في كوباني وايضا في اعتقد في الجزيره ايضا هناك تحضيرات لاجراء امتحانات الشهاده الاعداديه والثانويه بمنهاج الاداره الذاتيه سواء للمكونين الكردي والعربي. هناك ايضا تفاهم عام مع مديريه التربيه والتعليم، نستطيع ان نقول سيتحدث في الايام القريبه القادمه بآلية نستطيع الإشراف على هذه العملية الامتحانية. بالنسبة للمنهاج، طبعا المنهاج كما قلنا في 25-26 سيبقى منهاج الإدارة الذاتية، وفي 26-27 أيضا سيستمر التعليم بهذا المنهاج بالنسبة للإدارة باللغة الكردية. وممكن طبعا في العام 27-28 يتم إيجاد منهاج وطني عام. هذا المنهاج يترجم إلى اللغة، المضمون يترجم إلى اللغة الكردية، أو يمكن طبعا موضوع المنهاج صراحة موضوع يعني يحتاج إلى كثير من النقاشات، كيف سيكون هذا المنهاج الوطني. فبالتالي هذا الأمر سيتم نقاشه من قبل لجان تخصصيه حتى نصل الى اليه معينه، اليه محدده تتناسب مع طبيعه وخصوصيه مناطقنا الكرديه.